مرحبا وأهلا وسهلا فيكم. اليوم رح أعمل معكم وصفة عملتها قبل هيك على القناة، بس اليوم عندي ماكينة رح أستخدمها لعمل الكبة. طبعا بما أنه جاي رمضان فإحنا بنحتاج لعمل الكبة وطريقة تخزينها. بسم الله نبدأ. بحتاج للسميد الناعم، عندي هون تقريبا كيلو من السميد الناعم، طلع معي ما يعادل 4 كاسات. طبعا أنا بغسله كتير كويس، مرة ومرتين وثلاثة، بضلني أغسله لحد ما تصير المية عندي صافية كتير. بعدين بنقعه لمدة ساعة بمية فاترة، بعدها راح يتشرب طبعا المي. هون أنا بلشت أصفي فيه، بعصره بين إيدي. عندي هون نوعية من اللحم الهبرة الحمرة، أضفت عليهم كمان راس بصل كبير، راح أفرمهم هلا على الفرامة. طبعا أنا هون بفرمهم على الفرامة مرتين، أول مرة وبرجع بعيدهم كمان مرة. طبعا وأنا بفرم فيهم برشرش هيك شوية مي حتى يطروا وينزلوا معي بسهولة، إنه أنا حاطة هون الشفرة يعني اللي خزوقها كتير ضعيفة حتى تكون معي كتير ناعمة. بعد ما فرمتها هيك مرتين، حطيت عليها معلقة من الملح ومعلقة من الفلفل الأسود ومعلقة بهارات، ورح أرجع أعجنها حتى تصير معي كتير ناعمة. وبهيك بتكون العجينة الكبة صارت جاهزة. نيجي لتحضير الحشوة. عندي راسين كبار كتير من البصل، رح أضربهم على الفرامة، بدي إياهم يكونوا ناعمين. حطيت ما يعادل نص كاسة من الزيت النباتي، وعندي هون كيلو من اللحمة. طبعا عصجتهم مع بعض البصل واللحمة لحد ما تتنشف ميتهم. أضفت معلقة من الملح ومعلقة من الفلفل الأسود ومعلقة بهارات. بحركهم كتير كويس حتى أتخلص من كل السوائل الموجودة اللي نزلت من البصل واللحمة. نيجي هون لقلي اللوز. عندك لوز مبروش اقليه، عندك صنوبر الموجود عندك. وبهيك بتكون الحشوة صارت جاهزة، راح أتركها على جنب لحد ما تبرد. اليوم مثل ما قلت لكم راح أستخدم الماكينة لعمل الكبة. طبعا عندي هون الكلينينج فيلم اللي هو الشفاف، والأفضل إيش إنكم تستخدموه. هاي هون عندي الماكينة، باخد قطعة من الكبة بكورها على شكل كرة، باخد القطعة التانية ونفس الشي. راح أضغطهم هلأ كتير ضغطة جامدة. بعد ما ضغطتها كتير جامد راح أفتح هلأ وأشيل الشفاف هذا وأضيف الحشوة. خلوا الحشوة تكون شوية يعني تكون كتيرة بس ما تطلع برا الحبة. راح أضيف الحشوة على الجزء الثاني، وبقلب الجزء الأول فوق الجزء الثاني. بحملها هلأ وبحطها بهذا الجزء وبكبسها كتير كويس. بعد ما ضغطت عليها راح أشيلها. طبعا هلأ كل الزوايد راح تطلع وتطلع معي لحبة الكبة. بنظف حواليها وبحاول أسكرها تكون بهذا الشكل. طبعا أنا هون عملت هاي الكمية. طبعا الماكينة بصراحة بتساعد وبتعطي شكل حلو ومرتب. وهون أنا بورجيكم كيف ممكن إن نخزن الكبة بدون ما تتفغص أو إنه ممكن تتكسر إذا حطيناها وهي لسه مش ناشفة. طبعا أنا هون حطيت الصينية زي ما هي بالفريزر، وبعد ما جمدت بلشت أعبي فيها بأكياس التفريز حسب الكمية اللي أنا بحتاجها. وبهيك ممكن نقدر إن نخزنها لرمضان أو بالأيام العادية. هاي هي الطريقة الأفضل. رح أحضر هاي الكمية الموجودة عندي. طبعا هي متلجة مثل ما هي من الفريزر طلتها، وضروري إنه يكون الزيت كتير سخن وكتير كثيف. الزيت لازم يكون الطنجرة، إذا علينا بالطنجرة بكون من الأفضل والأحسن. شوفوا أنا لما بحط حبات الكبة الزيت نفسه كتير بغلي، لكنه مع برودة الكبة بيهدى الزيت. فعشان هيك لا تضيفوا كمية كبيرة، لأنه لو ضفنا كمية كبيرة على الزيت راح تفتح حبات الكبة. 5-6 حبات بالكتير.
ما بنحاول إنه نقلب حبة الكبة إلا لما نحس إنها استوت، لأنه لو حاولنا إنه نقلبها وهي مش مستوية راح تلزق بالطنجرة وتفتح حبة الكبة. وبهيك بيكون شكلهم بعد ما خلصنا قليهم. هون راح أفتح حبة معكم ووريكم قديش إنها خفيفة، وضروري إنه تكون هيك الكبة كل ما كانت خفيفة بتكون أطيب بالأكل. هاي هي الكبة المقلية. طبعا إحنا ممكن نعملها كمان كبة لبنية نفس الطريقة. بعد ما قليتهم أخذت من اللبن البقري كيلو، يدوب مجرد أقل من نص كاسة مي أضفتها، وأضفت معلقة من النشا حتى ما يفرط معي اللبن. بحركه على البارد وبعدين برفعه على الغاز، بضلني أحرك فيه لحد ما يغلي اللبن. بسقط فيه حبات الكبة. أدحت هنا كم سن من التومة مع الزيت النباتي، أو ممكن تعملوها مع السمنة، أنا بفضل الزيت النباتي. حطيتها فوق الكبة، وهي هون الكبة قدمتها مع الحمص. بتمنى تكون عجبتكم الطريقة، ولا تنسوني من اللايك والشير والسبسكرايب.